السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. كاين اخبار اليوم جديدة اللي غادي تسمعوها كاملة وغادي تفهموا كلشي بالتفصيل شنو واقع في هذه الاواخر، ومع بداية مباريات الكان في الكوت ديفوار. فمنتخب تنزانيا اللي هو اول منتخب غادي يلعبوا معه في كاس افريقيا واللي غادي يلعب معه المنتخب الوطني المغربي، عندهم مدرب جزائري اللي سميتو عمروش. وهذا المدرب هذا اللي كان فاش جا لعب عندنا في المغرب كنا لعبنا واحد المباراة ودية، كان دواء المغرب واعترف بالقوه ديال المنتخب الوطني المغربي واحترمنا بزاف، لكن شفناه في هذا الكان هذا تقلب 180 درجه ولا كيستفز المنتخب الوطني المغربي وبدا كيبين بحال ان المنتخب الوطني المغربي ما دارش انجازات اللي كبيره وعالميه. وكان خرج واحد التصريح اللي اثار ضجه كبيره في هاد بدايه مباريات الكان، وفي الرد على التصريحات اللي خرج بها الجزائري عمروش مدرب تنزانيا كما قلنا من قبل، قال وليد الركراكي في الجلسه الصحفيه ديالو ورد على المدرب ديال تنزانيا الجزائري عمروش، وقال وليد الركراكي في الواقع ما عنديش الوقت باش نرد على شي حاجه بحال هذه او خارج اطار ما هو رياضي. انا مدرب وكنركز على ما هو رياضي وتقني واللي كيهم المنتخب المغربي ومنتخب بلادي، وما غاديش نضيع الوقت في اي حاجه بعيده على كره القدم. لذلك هذا الشيء ما كيهمنيش وما كيهمونيش بحال هاد الامور، ولا كان شي حاجه خارج الكره وخارج الرياضه فهاد الشيء كتكلفوا به الاطر المكلفه بالمنتخب الوطني المغربي او لا الجامعه الوطنيه المغربيه لكره القدم. وبلا ما نبقاو نطولوا في هاد الدواليه ونرد عليك ودواليه ونرد عليك، فراه المباراه غادا تفري هاد الشيء هذا كامل غدا ان شاء الله يوم الاربعاء، وغادي نشوفوا ديك الساعه واش المنتخب الوطني المغربي قادر يفوز على تنزانيا او لا. غير هو نتمناو ما تكونش مفاجاه كما طرات مع مصر ومع الجزائر ومع غينيا ومع الكاميرون. فبخلاصة الامر قال لهم وليد الركراكي خليو بحال هاد الامور الخارجه عن اطار الكره والرياضه للجامعه والمسؤولين، فانا كنركز على كره القدم. فخرج وليد ايضا باخبار جديده في هذه الندوه الصحفيه اللي خرج بها اليوم، فكيقول الركراكي مدرب المنتخب حول اصابات بعض اللاعبين. حنا عارفين بلي ان مزراوي كيشكو من الاصابه وما غاديش يشارك في المباريات الاولى والثانيه، وغادي نشوفوا واش غادي يكون الحال ديالو في المواجهه الثالثه موجود او لا، لانه تصاب ايضا بوعكه صحيه اللي اخر الشفاء ديالو في هذه الاستعدادات لبداء مباريات الكان. وعندنا ثلاثه لاعبين اخرين اللي كيعانوا ايضا من الاصابه وما غاديش نكشف عليهم، هادشي اللي كان كيقول الركراكي، وغادي نشوفوا واش غادي يكون الحال ديالهم اليوم في الحصه التدريبيه مزيان او لا اللي غادي نقوموا بها. وفي هذا الوقت هذا غادي نحدد مجموعه من الامور اللي كتهم اللاعبين اللي غادي نعتمد عليهم في اول مباريات الكان، ونتمناو يكونوا اللاعبين ديالنا جاهزين. فنصير مزراوي عنده اصابه جايبها من بايرن ميونخ في المباراه ديالو اللي كان لعبوها ضد احد الفروق اللي ما عقلتش الصراحه على الاسم ديالها، وباقي مصاب من تما. ونصير مزراوي غالبا ما غاديش يلعب حتى المباراه الثالثه، هذه من وجهه نظري. وحتى هذوك ثلاثه اللاعبين اللي ما جبدهمش الركراكي نتمناو انهم يكونوا غادي يوجدوا للمباراه. فيمكن كنظن يقدر يكون بحال حكيم زياش، يقدر يكون باقي مقصح او لا سايس او لا كنظن لاعب اخر اللي هو بوفال. نتمناو يكونوا اللاعبين ديالنا الاساسيين اللي كنعولوا عليهم يكونوا جاهزين ان شاء الله. فبحال زياش امرابط سايس اكرد بوفال راه الا كانوا في نهارهم راه بلا ما ندويو راه اللهم بارك راه هما امدات المنتخب الوطني المغربي، ونتمناو الخير ان شاء الله. ففي الندوة الصحفية أيضا تكلم وليد الركراكي المدرب ديال المنتخب المغربي على المنافسة الإفريقية، فكيقول بلي المنافسة الإفريقية لا تمت بأي صلة للمونديال وما كتشابهش بصفة نهائية مع المونديال اللي تلعب في قطر أو الممارسة في أوروبا، حيث هنا كاينة مجموعة من العوامل اللي غادي يكون لها تأثير كبير، خاصة العامل ديال الحرارة والرطوبة العالية، بحيث الظروف المناخية كتتطلب تدبير جيد للمباريات ومنافسة ككل. لذلك غادي نكون مطالب في بعض الوضعيات باش نقوم بتدوير اللاعبين، لان هذه الظروف المناخيه تستنزف الكثير من الطاقه. يجب التعامل مع المباريات باحتياط كبير تجاه اللاعبين، وراه بزاف د اللاعبين عندنا جاي من اوروبا وكاين مزيود تمايا كاع، وراه غادي تكون القضيه شويه صعيبه عليهم، خصوصا اللاعبين اللي ما عندهمش تجربه كبيره في الكان وفي اللعب في داخل ادغال افريقيا.
فيجب التعامل مع المباريات باحتياط كبير تجاه اللاعبين كما قلنا، علما بأن القانون كيطرح لنا مساحة مهمة من التغييرات بعد أن ارتفع ل5 ديال التغييرات، وهو معطى مهم بدلا من 4 أو 3. فكنعتقد أن مثل هذه التفاصيل غادي تكون مهمة في المنافسة الإفريقية، ونتمنى كل خير للمنتخب الوطني المغربي إن شاء الله. وغادي نكملوا معكم في هذه المسيرة المختصة في كل ما هو جديد على المنتخب الوطني المغربي. شكرا لكم بزاف، خليو لي الآراء ديالكم في الكومونتير، ولا وصلتوا حتى لهنا طاب فيديو 5 في الكومونتير باش نعرفك، وغادي نشكرك بزاف. شكرا، نتلاقى في فيديو جديد، مع السلامة. اخوان شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم. عفوا، شكرا بزاف على المشاهده ديالكم الاخوان. وحنا رجعنا من جديد وغادي نستمروا معكم ان شاء الله في كل ما هو جديد عن المنتخب الوطني المغربي، وغادي نحاولوا ننشروا لكم الاخبار ان شاء الله. شكرا لكم بزاف، عطيونا لي لايك ديالكم الخوت، عطيونا لي لايك لتحت في الفيديو، لي كومونتير، اي واحد كتب شي كومونتير غادي نقرا. شكرا لكم بزاف الاخوان. المهم اللي بغى شي استفسار او اي حاجه بغى يسول على اي حاجه فراه مرحبا الاخوان. شي فيديو جديد بغيتو نديرو لكم مرحبا. المهم حنا غادي نستمروا معكم. كنت بديت معكم فيديوهات وحبست لواحد المده بسبب وعكه صحيه للاسف، ولكن غادي نرجع من جديد ان شاء الله وغادي نستمر. شكرا لكم، كنعاود نقولها شكرا بزاف الناس اللي كتفرجوا في الفيديو حتى للاخر. ايوا تفرجوا حتى للاخر، طاب لي 5 في الكومونتير باش نعرفوا. غادي نتلاقاو ان شاء الله من جديد، مع السلامه في فيديو جديد غدا ان شاء الله، ومع السلامه.